قول له استحمى يا معفن. شويه شخصيات لازم تقابلها في السكن، روح عندك مرتين مش مره واحده عشان انت هتقابل الناس تحف. عمر احمد بيقول لك ايه؟ خليك طويل البال عشان الحوارات هناك كتير. في بني ادم هتقابله، البني ادم الممحون، الشخص اللي هو مرتبط 5 6 7 بيكلمهم في توقيت واحد، ده لا هتعرف تنام منه، لا هتعرف تذاكر منه، ولا هتعرف تطفي النور من ابو اخر. الفايده اللي هتيجي من ورا الشخص ده ان هي لو بعتت له اكل او لو بعتوا له اكل هتاكله كل يوم فراخ لحم زفر من الاخر. انا عرفت. تاني شخص، الشخص اللي امه دايما وحشاه، وحشني اكل امي، وحشني نفس امي في الطبيخ، ده هتلاقي موده دايما جايب لك اكتئاب، هيقلب عليك كل المواجع، ما بتصدق ان انت تتاقلم على الجو، فده يجي يقول لك امي وابويا واخويا والجماعه في البيت. ابعد عن البني ادم ده برضه. تالت شخص، ان يضيف بزياده لدرجه ان هو ممكن لو صباعك كده متبصم وجيت لمست اي حاجه، ايه، غسلت ايدك ما تاكلش معاهم، اغسل ايدك. غسلت رجلك بعد ما قلعت الكوتشي، ما تقعدش على السرير بتاعي، ما تخش الاوضه بتاعتي، روح استحمى وتعالى كلمني، ما تناقشنيش. لو دخلت عملت له كوبايه شاي، تغسل له الكوبايه مرتين ثلاثه اربعه كده، ده مش هيقتنع بمره واحده عشان بس تبقى فاهم. ده بص ترموه من الشقه، ده نظافه حلوه بس مش للدرجه دي. على النقيض بقى الشخص الرابع المعفن قوي، ده بص عباره عن فواحه المكان، الراجل اللي من غير ما تبص تعرف ان هو موجود معاك في الاوضه، انت كده كده ريحته. لا بيستحمى، بينام كتير، ده ما عندوش اوبشن الحموم، ما عندوش اوبشن يغسل رجليك بعد ما تقلع الكوتشي والكلام ده، لا بص ده هيبقى مزفر لك المكان. ابعد عنه، ما ينامش معاك في الاوضه، ما تصاحبوش، ما يقعدش معاك في اي مكان. قول له استحمى يا معفن. لو عندك بلاش تمنشله عشان ما تكسفوش، انا اللي بقول لك. الشخص اللي بعده، اللي مكبر دماغه من الكليه، اللي مكبر دماغه من عيلته، انت مش عارف هو عايز ايه. انت هنا معانا بتعمل ايه؟ ولا بتذاكر ولا صاحي ولا معانا، مع الاسف خالص. هو انا جاي السكن اكل اشرب انام اخرج مع الرجاله بالليل بس. طب ذاكر يا حبيبي عشان الامتحانات، ماليش فيه. طب الدفعه ننش فيه، لا نجح مع اللي نجح ولا فشل مع اللي فشل، هو موجود كده فاهم، وفي الاخر بينجح ما تعرفش ازاي، هو مقلب حاله ما تسالش. الشخصيه اللي بعد كده الدحيح بزياده، لو قاعد معاه في الاوضه هتنام بميعاد، هتصحى بميعاد، 7 الصبح تلاقي الشبابيك مفتوحه، ممكن الفجر كمان لو بيصلي الفجر يعني. فده مش عارف اقول لك ايه والله، بس هو ده بينفع في اخر شهر قبل الامتحانات يعني، مش في اول السنه خالص. في اول السنه بنقضيها بنذاكر اخر شهر، اخر شهر ونص لو انت جامد جدا. كنت بعمل كده من ابو اخر، الحمد لله طالع بتقدير كويس، مسطوره عشان عبد الله نضيف من جواه. انا اغني راب ولا ايه؟ الدنيا باظت خالص. ركز علشان ما تتغفلش. 24 ساعه نو صوت، نو كومنت، نو لايك، نو شير. الشخص اللي بعد كده ده تمسك فيه بايدك واسنانك، اللي دايما بينزل البلد في اجازات كتير، انت ما بتشوفوش في السكن اصلا، دايما سريره فاضي، بيجي بخير، بيبقى في البلد، بينزل لو في حاجه مهمه بس بينزل بقى باكل وشرب، بيرم عظمك كده. ده تمسك فيه بايدك واسنانك. لو قابلت شخصيه من الشخصيات اللي انا قلت لك عليها دي، خش اكتب لي في الكومنتات ومنشله كده، الناس دي ما تستناش عليها. بالتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله، وتابعنا في السلسله دي عشان في شويه حاجات جديده بقى بظبطها لكم كده. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.